كان هناك تداعي للمجلس الإدارة لبحث الموضوع وخطورته وقانونيته، وتوصلنا إلى قضايا محددة بهذا الموضوع. بتقول أولا أنه هذا القرار مش قانوني، وبتقول أيضا أنه هذا في إجحاف بحق الشركة وموظفيها وعمالها، وبتقول أيضا أنه هذا في إساءة لكرامة الهيئات المحلية المنضمة للشركة. وبالتالي عشان ما نستبق الأمور كان عندنا أفكار، قلنا لازم الهيئة العامة تجتمع اللي نحكي كل الأمور قدامها عشان يكون الكل في الصورة. والحمد لله أنه الإخوان الموظفين والعمال في الشركة كانوا جزء وجود واضح أنه مميز، وهذا دليل حرصهم على شركتهم مثل حرصهم على رزق أولادهم، وهي يعني علامة إيجابية ومؤشر إيجابي. وبدي أبدأ أنه نخلي أخونا أحد المحامين اللي هون يحكي قرار مجلس الوزراء عشان ننطلق من هناك. هذا القرار ملخصه ينص على تشكيل مجلس إدارة تأسيسي مؤقت لشركة توزيع كهرباء الشمال. نقف عند كلمة تأسيسي مؤقت رغم أنه أسس مجلس إدارة تأسيسي للشركة في بداية تأسيسها، ولا يجوز مرة أخرى إعادة تأسيس مجلس إدارة تأسيسي. ثم انتخبت مجالس إدارة متعاقبة من قبل الهيئة العامة. حسب نص القرار يضم هذا القرار شخصية مهنية تترأس المجلس وممثل عن وزارة المالية وسلطة الطاقة وعن بلدية نابلس وبلدية جنين. ثم يعود القرار ويقول يتم انتخاب مجلس إدارة من قبل الهيئة العامة للشركة حسب قانون الشركات الفلسطيني الساري. يعني هو بشكل المجلس ثم يعود مرة أخرى ويشير إلى عملية انتخاب المجلس. النقطة القانونية اللي احنا بنحب نشير إليها في هذا المقام إنه ليس هناك لمجلس الوزراء أي صلاحية قانونية لإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال أو التدخل في تشكيله، وإنما ينحصر دور مجلس الوزراء وسلطة الطاقة في مراقبة الشركة من حيث التزامها بالتعرفة والتزامها برخصتها. ولا يوجد لا في قانون الشركات ولا في القانون الأساسي ولا في أي قوانين أخرى، حتى قانون الكهرباء العام، ما يعطي لمجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى من جهات الدولة أو الجهات الرسمية أنها تتدخل في تشكيلة المجلس أو إعادة تشكيله أو أنها تطلب حله. فالقرار إحنا من وجهة نظرنا القانونية القرار فيه مخالفات قانونية جسيمة ويرقى لدرجة البطلان من الناحية القانونية. هذا الموقف القانوني اللي حبينا احنا نوضحه بخصوص القرار. يعني لما صار البحث الليلة في مجلس الإدارة وهي الإخوان يعني أعضاء مجلس الإدارة موجودين، واللي على أثرها يعني التوجه تاعنا يعني إحنا مقرينه، لكن طبعا وجهة نظرنا، لكن بعتقد من حق الهيئة العامة كمان إنه تشارك في وجهة نظرنا وبالتوجه اللي إحنا وصلنا له. وبالتالي يا إخوان الليلة وهي أعضاء مجلس الإدارة كمان مرة موجودين، إحنا كان توجهنا كالتالي: أولاً الذهاب إلى محكمة العدل العليا لقضيتين: وقف الإجراءات بموجب قرار مجلس الوزراء، وأنا بحب أقول هون قد يكون هناك مماطلة في اتخاذ إجراء وقف الإجراءات، وبالتالي يعني كمان هذا لازم نحتاط له. القضية الأخرى نعم محكمة العدل العليا لبحث قانونية أو عدم قانونية قرار مجلس الوزراء اللي حكوا الإخوان مستشارين القانونية. القضية الثالثة إنه إحنا لا نقبل إنه هذه الشركة إنه تنحكم بهذا الأسلوب الغير قانوني، وبالتالي إذا كان هناك يد فوق يد وسلطة فوق القانون أو سلطة فوق قرار مجلس الإدارة أو الهيئة العامة، إحنا كمان كبلديات وكمجالس محلية اللي كنا متواجدين عملنا توجه أن ننسحب من الشركة. وبالتالي أيضا إحنا ربطنا هذا التوجه بقرار هيئة عامة. إذا كانت الهيئة العامة ترتعي إنه إحنا كلنا ننسحب من الشركة في حال عدم إذعان سلطة قرار مجلس الوزراء لرغبة الناس
والشركة والمجالس البلدية والمحلية. وأيضا جزء مهم في هذا الموضوع، بدنا ضمانات لطاقم الموظفين والعمال إنه هدول رزقهم ما ينقطع ولا يروحوا بالشوارع. هلا عشان نحكي في هذا الموضوع طلبنا امبارح بالليل إذا بتتذكروا حضراتكم إنه تواصلنا واتصلنا مع كل الهيئات المحلية اللي كانتش موجودة، وتمنينا عليهم إنه يكونوا اليوم موجودين مع تفويض من مجلسهم المحلي أو البلدي في الإجراء اللي بدهم إياه. ومن هون يعني إحنا كبلدية نابلس أنا هون معي قرار مجلس البلدي، بس أنا بدي أدخل على قضية أخرى. في قولان، يعني الدكتور رئيس سلطة الطاقة كان على الراديو اليوم، وفي حكي بين السطور ومش عارف شو، حاطين مبررات. أولاً إنه هم بيحتجوا أو زعلانين أو إنه مش عارف شو، لأنه لما كان في هيئة تأسيسية وما كانش فيها بلديات ولا مجالس محلية، كان هناك عدد من الموازرات يعني مجلس إدارة للشركة، وما كانش في حدا من البلديات أظن، يعني مش عارف مين في يحيى وين، كان في حدا غير كم واحد؟ وخمسة 6 مجالس محلية وخمسة من الحكومة. أوكي، مجلس تأسيسي. هلا هذه الشركة مملوكة ملكية كاملة 100% للمجالس البلدية والمحلية، وبالتالي إذا بتذكروا حضراتكم لما صار اجتماع للهيئة العامة وقرر انتخاب مجلس إدارة، والهيئة العامة انتخبت مجلس إدارة اللي هو موجود اليوم، بوجود مراقب الشركات، بوجود بالأصول القانونية. وبالتالي أظن إنه هذه المستندات موجودة. في قضية ثانية منطقية وموضوعية. طيب أنا شركة خاصة مملوكة ل10 أشخاص، ليش بدي أجيب مجلس إدارة من خارجهم بأي صفة وبأي قانون؟ ومع ذلك بالنتيجة إحنا هي سلطتنا، بس لما خرجوا من مجلس الإدارة خرجوا باحترام، ما خرجوش لعدم الأخذ بطريقة سلبية. بالتالي لما الهيئة العامة هي صاحبة الاختصاص صاحبة القرار، فهي النقطة لازم يعني نتفاهم عليها. القضية الأخرى إنه والله اكتشف في شركة الكهرباء عملية اختلاس. يعني ليش أنشأتوا محكمة الفساد؟ ما هو الاختلاس موجود في كل مجتمع، في كل شريحة مجتمعية، في كل وزارة، في كل مؤسسة، يعني مش معصومين الناس، بشر هاي. لكن السؤال اللي أهم، هل يستمر الاختلاس ولا يعني بنمسك ويعرض على لجنة التحقيق ويعرض على النيابة وعلى المحاكم؟ وتصور الكل بيعرف إنه في الموضوع اللي بيتعلق في شركة الكهرباء كانت تحول شغلتين، شركة تحقيق داخلي وأعطت تقرير أظن من 2 أو 3، كانت مشكلة من قانونيين، من أعضاء مجلس إدارة، من ممثلين عن نقابة الموظفين والعمال وجهات ذات علاقة. وعندما يعني استكمل الملف حولت للنيابة العامة، هذا دورنا. الجهات الأخرى عندها يعني كمان تحقيق رسمي آخر له علاقة في الناس اللي خارج إطار الشركة، مش بس في داخلها. يعني القضيتين، قضية موظفي الشركة وعندهم عدد منهم يعني بالتحقيق أو حتى معتقلين، ويمكن عندهم أسماء أخرى بديش أدخل لأنه بالشغل وبعرفش. وبالتالي يعني هاي المبرر أنا برأيي كلام مش كتير لطيف، ويعني بديش أستعمل كلمات مش صح. اللي بحط هيك مبرر هذا دليل عجز أو دليل إنه بس بده مبرر عشان ياخذ هيك إجراء. 3، أنا برأيي في قضية مهمة اسمها الموظفين والعمال. أنا قولوا لي هدول شو مصير؟ إحنا اليوم انسحبنا، معناته السلطة بدها هي اللي تتولى توزيع الكهرباء وتحصيل الديون وتسديد القطرية. هذا أبسط الأمور اللي بدها تحصل. طب أعطيني ضمانة إنه هدول بدهم ياخذوا رواتبهم، بدهم يتموا على رأس عملهم، وأعطيني ضمانة إنه القطرية مش رح تقطع الكهرباء عن حدا لعدم التسديد. يعني مشان ما نضحكش على بعض، إحنا اليوم يلا ماشيين أمورنا وبنسدد يعني على قدر الإمكان. طب شو إمكانياتكم أنتم مشان تعملوا هيك؟ مشان ندلل على الكلام. لو أخذنا المية
ولو أخذنا الكهرباء أمثلة، المية ليش يعني هذا الكم من الأموال للبلديات والمجالس المحلية على السكان؟ الحل كان إبداعي، برغم أنه أنا لي ملاحظات كثيرة عليه، أنه كان هناك إجراء بالعداد المسبق الدفع، وهذا بوقف النزيف. يعني قد نكون أعطينا بعض الإغراءات للناس ما يكون، بس إذا وقفت النزيف أنا كسبان أكثر، لأنه هذا النزيف إذا فضل مستمر ما حدش بيقدر يسكر هذا الحمل. وهلا أنا بقدر أقول إنه إحنا يعني بإحصائياتنا كشركة في الكهرباء بتقول في مناطق 82% صارت مركبة عداد مسبق الدفع، وفي الأماكن اللي كانش حدا يقدر يقول لهم ادفعوا. وفيش منطقة اليوم أقل من 50%، وبتصاعد. ومعطلين مش بسبب إنه الناس بدهاش، معطلين بسبب إنه السلطة مش قادرة تزودنا بعدادات الكهرباء بالشكل المطلوب. يعني بعضونا بال500 وبال1000 وبال1500، مع إنه المفروض يكون عندنا عشرات الآلاف، ورأس مالها نزيد يعني كوادر عمل عشان نحقق مطالب الناس. الشغلة الرابعة إنه هذا إساءة لكرامة المجالس البلدية وممثليها في إدارة الشركة، وهذا كلام غير مقبول. لكل هاي الأسباب يا إخوان مجتمعة، إحنا بنقول للإخوان في مجلس الوزراء الموقر عيدوا النظر في قانونية القرار، عيدوا النظر في إلى أين نذهب وماذا سيحدث وإلى أين من سيدفع الأثمان. وأنا يعني هون بحب أحكي بصراحة، أنا هذا يعني قد يكون سبب لنتائج كثير سيئة وسلبية، ليس على الشركة وليس على مدينة وليس على مجلس محلي، وإنما على البلد ككل. ومن هون صحيح إحنا راح نروح للمحكمة وراح نروح للقانون والقضاء، لكن أيضا أنا برأيي إذا بيسمحوا لي الإخوان، إحنا من هون كمان بنوجه نداء للسيد الرئيس إنه هذا الموضوع أكبر وأخطر من قصة قرار مجلس الوزراء، وبالتالي بتطلب تدخله المباشر والشخصي والسريع، لأنه هذا يعني انهيارات إذا استمرت ما حدا بيقدر يزواها ولا يحواها ولا حدا بيقدر يتفادى نتائجها. هاي الفكرة الأساسية اللي حابين نحكي. هلا كمان أنا بدي أخلي القانونيين والإخوان يعني أعضاء مجلس الإدارة اللي كنا مجتمعين، ومن ثم الإخوان اللي في الهيئة العامة، والإخوان يعني 2 أو 3 من النقابة اللي يعني كلنا نكون على يعني قلب رجل واحد في الوصول إلى نتيجة. بس أرجوكم خلينا نعمل حسابنا، لأنه أنا عندي موعد مع السيد الرئيس إنه إحنا معانا وقت محدد. خلينا نقول اليوم هلا الساعة 10 لازم نكون قبل 12 من هي، تمام؟ خلينا نسمع الرأي القانوني أول إذا سمحتوا. في شيء يا أستاذ زين؟ في شيء بتحبوا تحكوه؟ يعني صباحكم الخير. أنا اسمي وليد أبو ميس، رئيس بلدية جنين. يا إخوان، القرار ما بدي أحكي أنا بقانونيته، لأن هناك في قانونيين هم اللي بيحددوا إنه هذا القرار قانوني أو غير قانوني. لكن اللي بدي أحكي فيه أنا إنه شركة كهرباء الشمال ليست الشركة الوحيدة الموجودة في الوطن، بل هي الشركة الوحيدة الناجحة في الوطن، لأنه كل شركات الكهرباء في منطقة الشمال والجنوب متعثرة، بمعنى يعني الحكومة مسؤولية مباشرة عن دفع ديونها، ودفعت ديونها بمئات الملايين. احنا في شركة كهرباء الشمال طلبنا تسوية أوضاعنا المالية مع وزارة المالية، وبعتقد يعني ما نجحنا. فبالتالي كان من الأجدر بمكان إنه مجلس الوزراء يبحث وضع الشركات الفاشلة، وضع الشركات المتعثرة، وليس وضع شركة كهرباء الشمال. احنا كمجلس إدارة لم يضعنا مجلس الوزراء ولم يكلفنا مجلس الوزراء، بل كلفتنا الهيئة العامة حسب الأنظمة والقوانين. فبالتالي الهيئة العامة هي اللي بتعيننا، والهيئة العامة هي اللي بتنهي تكليفنا. لكن من الخطأ بمكان إنه يجي إنهاء تكليف مجلس الإدارة
من جهة يعني غير مسؤولة عن مجلس الإدارة أصلا حسب القانون. أنا مع الأخ أبو الوليد عندما قال إنه في هناك جيش في شركة كهرباء الشمال، جيش من الموظفين، وهذا يعني إنه هناك آلاف الأفراد اللي قوتهم من هذه الشركة. فبالتالي إحنا فيش حدا بيضمن لأي موظف إذا تم تشكيل مجلس إدارة خارجي لأي البقاء في موقعه. ثانيا، تشكيل مجلس إدارة خارجي وكأنه بقول الداي أحن من الإماي. يعني معقول يجي عندي وزير موظف في وزارة المالية بده يكون يعني مسؤول عن مصلحة جنين أكثر من وليد أبو مويس، وواحد يجينا من وزارة ثانية أكثر من غسان الشقعة أو أكثر من باقي رؤساء البلديات؟ هذا الحكي مستحيل. المسألة يعني مش مسألة يعني زعل واتخاذ قرار لأنه مجلس الإدارة أو لما استلمت رؤساء البلديات الجدد أقالوا مجلس الإدارة القديم. مجلس الإدارة القديم يا أخوان مجلس مؤسسة عبارة عن موظفين في مؤسساتهم مش عندنا. طب شو لهم علاقة فينا يعني جمعية المستهلك شو احنا بدنا نرفع السعر وننزله على كيفنا؟ في سلطة الطاقة هي اللي بتحدد كل الأمور، وإحنا ملتزمين بكل أنظمة وقوانين سلطة الطاقة بكلها، كويس؟ فبالتالي يعني القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء قرار أنا بعتقد إنه في غير محله. ثانيا، أنا بعتقد لا يحق لمجلس الوزراء إنه يطعن في ذمة مجلس الإدارة. وشكرا. سوء تصرف، احنا هينا حولنا الناس عن النيابه، الحمد لله قمنا بدورنا وواجبنا. ثلاثه، كل اللي بيحكوه بخصوص المتهمين كلام ملوش معنى، هذا كلام تحريضي. اذا انتم عندكم اسماء كبار في شخصيات حسب ما انتم بتستعملوا ساكتين بتكونوا انتم غير مؤهلين. هذا المصدر اللي بيذكرش اسمه ما عندوش الشجاعه الكافيه يقول انا بتهم غسان الشقعه او بتهم فلان ولا فلان. عيب. كمان احنا لنا حقوق ولنا كرامه، من اصغر عامل في هاي الشركه لرئيس مجلس الاداره. اي واحد بده يدوس على كرامه حدا فينا بدون وجه حق احنا كلنا ضده. اللي عنده شيء يتفضل على الميدان. هي القانون موجود والرئيس موجود ورئيس الحكومه موجود، بتوجه لهم بالشكوى والدليل. اما هذا كلام الصحافه، احنا ما طردنا حدا وعيب نطرد حدا، بس الهيئه العامه اللي بتختار. واعطوني السبب، وين القانون اللي بقول في شركه خاصه لازم يكون اعضاء الحكومه؟ وين؟ يعني لو رحنا على شركه الزيوت مثلا وبدهم ينتخبوا مجلس اداره، او على شركه احمد حسن الشقعه، لازم الحكومه يكون لها ممثل؟ لها حق الرقابه على العمليه الانتخابيه على راسي، بس ليش لازم يكون لهم ممثلين؟ باي صفه؟ باي حق؟ وليش؟ وبعدين مين اللي بيقول يعني وين النص هذا؟ ما كلكم اظن في كثير من الاخوان على الاقل بيعرفوا حدود الدنيا في اصول الشغل. وين صار؟ بشركه خاصه وهي عامه بتختار مجلس ادارتها لازم يكون ممثلين على الحكومه. اللي بده يقول انه طردوا بيكون يعني هو بحق نفسه ضعيف. كمان مرة احنا هذا الوضع القائم، واحنا كنا اعضاء مجلس الاداره والمجالس التي نمثلها كنا امبارح واضحين مع بعض. الان الجلسه مخصصه للهيئه العامه للوصول الى قناعات مشتركه، والقناعات تبدا بجواب على سؤال واحد: هل الهيئه العامه توافق على قرار مجلس الوزراء والتعامل معه ونسلم مجلس إدارة الشركة لقرار مجلس الوزراء بالتركيبة اللي يعني هم ذاكرينها في القرار؟ أرجو من الإخوان في الهيئة العامة يرفعوا إيديهم كل واحد يقول
هو بالدور عشان نسجل، ما حدش يقول والله الموظفين صوتوا. ما بدناش ندخل اللعبة. بدنا الأعضاء المجالس المحلية اللي سجلوا أسمائهم، أرجوك يا أستاذ تذكر اسم الهيئة المحلية وإنه هي تنفيذ قرار مجلس الوزراء أو ضد تنفيذه لعدم قانونيته وكل الأسباب اللي ذكرناها. اختيار مجلس الإدارة بهيئة العامة اللي عقد في مقر قضاء الشمال في رأس العين، المهلة اللي أعطيت مهلة للمجالس التي لم تدخل الكهرباء فعليا، الشركة فعليا اللي هي قلقيلي وطول كرم وغيرها، وأعطيت مهلة ل 31/12 اللي بيحكي عليها أخونا بيتا، إنه يا إخوان ابقوا في المجلس، إذا بدكم تدخلوا من هنا لآخر السنة حياكم الله، بدكم مش تدخلوا شوفوا شو بدكم. فاحنا اخترنا في بلدية قلقيلي وبلدية طول كرم إنه ننسحب من مجلس الإدارة ونبقى في تشكيلة الهيئة العامة، وما تم بالهيئة العامة تم بوجود منظم الشركات أو مراقب الشركات، وتم حسب الأصول حسب اعتقاد. وأكمل موقفي من موضوع مجلس الإدارة ومن موضوع مجلس الوزراء، وإحنا مع استمرارية المجلس الإدارة ودعم هاي المؤسسة اللي تهتم في البلديات وركزت بشكل خاص على البلديات الصغيرة وإحقاقها وإعطاء حقوق كاملة. شكرا. بدوش حكي كثير، يعني حكينا كثير. الموضوع قرار بعتبره فردي ومجحف تجاوز كل الحدود القانونية في الموضوع، وشكرا. قرار مجلس الوزراء مع تأييد بقاء المجلس الإدارة. جائر صراحة وإحنا رافضينه، ومع بقاء الإدارة ما بنسمحش لغير الهيئة العامة إن هي تحل مكان الهيئة العامة في اتخاذ قرارها بتشكيل مجلس إدارة أو عدم تشكيل مجلس إدارة أو الانسحاب من كهرباء الشمال. المتحدة ضد القرار، والقرار فيه تشهير لأسماء لهم تاريخهم النضالي، ونحن مع البقاء. نحن مع بقاء القرار، أما في توابعه والانسحاب بعد قرار مجلس البلدية. الانسحاب الورقة اللي أعطيتونا إياها هذه هي بعد قرار، بعد رجوع المجلس البلدي. لا بحكيش على الانسحاب، أنا بحكي على مع قرار مجلس الوزراء. لا، ما دام القانون بيقول إن الهيئة العامة هي اللي بتحط مجلس الإدارة وتعين مجلس الإدارة، وهي اللي بتشيله الحق للهيئة الإدارية العامة، الهيئة العامة هي اللي صاحبة الحق في هذا القرار. يعني مش ضد القرار. طبعا في إذا مخالف، ما دام مخالف للهيئة العامة للنظام ضد قرار مجلس الوزراء. رئيس بلدية كفردان، طبعا بكل تأكيد ضد قرار مجلس الوزراء بحال مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال. وبالنسبة للقضية الأخرى، قضية تجديد الثقة لمجلس الإدارة، أنا بتحفظ حسب ما أعتقد إنه في انتخاب مجلس الإدارة الجديد إنه كان الحديث على إنه بنهاية العام 2013، فأنا بالنسبة لموضوع تجديد الثقة إنه مع تجديد أو انتخاب مجلس إدارة جديد. أنا ضد قرار مجلس الوزراء ومع بقاء المجلس الإدارة القديم. مجلس قروي سالم. رئيس مجلس قروي سالم، طبعا احنا ضد قرار مجلس الوزراء المجحف ومع بقاء مجلس الإدارة موجود. وانا بحكي شغله، يعني انه احنا بجوز امبارح اجتمعنا في مجلس الإدارة في كهرباء الشمال واتخذنا قرار بالانسحاب من كهرباء الشمال، لكن انا بقول انه مش لازم ننسحب، لازم نظل في مجلس الإدارة موجود في كهرباء الشمال وممثل بشخصياته، وبما انه القرار مش قانوني لازم مجلس الإدارة يظل قائم ويقوم في اعماله بكل جاهزية.